بص يا صاحبي، عايز تغير مسار الحبكة وتعرقل مسيرة البطل وتخلي اللغز اللي بيجري وراه مستحيل يتحل؟ حط شخص وحيد عارف الحقيقة، ولما البطل يوصل له أخيرا خليه يموت. ومش بس كده، ده يموت وهو بيعترف علشان دمك يتحرق أكتر وتبقى عايز تولع في الجثة اللي قدامك. يعني عندك مثلا في فيلم العفاريت، كلنا شفنا ماما كريمة لما دخلت على الكتعة وهي في المستشفى علشان تعرفها مين هي بنتها، فالكتعة بتبص لها بعمق وبتاخد منها الفستان وبتبص على البنتين وبتركز، والموضوع سهل يعني، هي عارفة البنت الحقيقية هتشاور عليها على طول وخلصنا. لكن لا، الكتعة بتمسك الفستان وتقريبا كانت بتلمع بيه الإزاز، فضلت تشاور بيه يمين وشمال شمال ويمين، وماما كريمة يعني على أعصابها، ها يلا قولي مين فيهم، ولسه يا دوب بتفكر تشاور وهوب، بعد اذنكم لو حد سأل عليا انا رايح اموت دلوقتي. ايه بقى النتيجة المترتبة على كده؟ ان ماما كريمة بتاخد البنتين وبيعيشوا معاها وبتعتبرهم هما الاتنين بناتها. ماشي، هي تعتبر نهاية جميلة وسعيدة للفيلم ومش عايزين نزعل حد وكده، بس مش منطقي يعني الكتعة فضلت عايشة كل ده في المستشفى، ولما جت تتسأل سؤال عادي يعني تقوم تفتكر الموت دلوقتي. تبا لك يا ايتها الكتعة.